السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه ايا اللوداوي. نتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم نقدم لكم طريقه تحضير طورطه كتجي رائعه وكتجي ناجحه مليون في المئه بالنسبه لعيد ميلاد الحفلات. راه كتجي رائعه. بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا غنضيف معاكم 4 البيضات بحجم كبير، يكونوا بحراره المطبخ. هنا كنعزل داك البياض على الصفر. هنا كندير قليل من الملح، جوج كيوسه ديال فاني حيت كيحيدوا ديك الزفوره ديال البيض. واللي عندها فاني سائله تضيف معلق كبيره. هنا عندي كاس، عندي هنا 6 المعالق ديال اللي كناكلوا بهم الكسكسو ديال السكر سنيده، غير حيت انا عندي الكاس شويه صغير باش راه عامر. عبروا 6 المعالق. كنضيف دفعه بدفعه وكنطرب، ما كنضيفش السكر في خطره واحده. هنا ضفت الماء سخون وكنضيف دير اناء لتحت واناء الفوق، وكنزيد كنطرب داك البيض حتى كيولي ليا بحال لا كريم. كتشوفوا الشكل ديالو راه ولا بحال لا كريم. هنا هذا المحل الصفر كنضيف عليه ديك سنيده اللي شاط ليا، داك السكر اللي شاط ليا من الاخر، شاط لي واحد المعالق. وكنطرب ثاني هاد البيض. من بعد ما كنطلعو عندي 5 المعالق ديال الزيت. عبروا 5 المعالق ديال المعلق اللي كناكلو بها الكسكسو ديك الكبيره. كنضيف دفعه بدفعه وكنطرب. هنا عندي ثاني 5 المعالق ديال الحليب. هنا عندي معلق ديال الخل، واللي عندها الحامض ديرو من الاحسن. الخل حتى هو كيعطيها واحد البياض. من بعد ما طربتهم هنا غنضيف طحين دقيق وكيكون مغربل. انا مغربله هنا. هنا غنضيف معالق ديال الخماره. وغنزيد نص تقريبا 2 معالق. من بعد ما خلطنا العناصر مزيان، دابا كنضيف دفعه بدفعه داك البيض اللي طربناه، الملح الابيض. وغنبقى نطلع من الفوق لتحت باش ما كيطيحش لينا. الجين وزاره كتجي رائعه وكتجي ناجحه في مليون في المئه. كنضيف دفعه بدفعه وكنطرب غير من التحت للفوق. كما كتشوفوا راه البيض ما كيطيحش. رانا عطيتكم العبار مضبوط.
هاد اللاطه فرقت فيها، درت لها ورق الزبده وكندهنها قليل من الزبده من الفوق غير باش ما كتلصقش ليكم. كنوزعها مزيان على الاطراف باش كتجي مقاده، ما كتجيش جهه رقيقه وجهه غليظه. كما كتشوفوا الجينوازه ديالنا هي هذه، راه كتجي رائعه وكتجي هشيشه، واخا بلا ما تسقيوها راه كتجي رائعه. هي ساقيه راسها بيدها كما كتشوفوا على هذا الشكل، واخا تروليوها واخا كلشي ما كتقسمش، واخا ديروا بها ديك كيكرولي راه كتجي رائعه. ورنا فايته دايره معاكم كيكرولي، راه كتجي حسن من ديال المحلات 100%. كتشوفوا الشكل ديالها. حيت انا درت 3 القطعات 3 الوحدات مع درت طورطه كبيره. هنا عمدا معكم في السقوه وفي الحليب اللي غنخلط به الشوكولات. درت قليل من الحليب، هنا ربيع كاس، وهنا درت كاس ديال سنيده وربع وقولي تقريبا كاس لاروب ديال الماء ونص حامضه على حسب باش كتسقيو. انا رانا ما واخا بلا ما نسقيها راه كتجي هشيشه. هذا الماء هذا عفوا الحليب اللي سخنته ضفت فيه الشوكولات وذوبته فيه، خلطته مزيان. غير تبعوا المراحل من الاول حتى الاخر وراها ناجحه هاد الطورطه، وراه اللي ذاقها راه حمق عليها. كما كتشوفوا ضفت معاكم الكريمه السائله والكريمه اللي كتعجبكم اللي كتحبوها ديروها. من بعد ما خلطتها طلعت على هذا الشكل، راني كنت دايرها في الثلاجه بارده شويه دغيا كتطلع. غنضيف عليه هذاك الشوكولات اللي خليته تبرد، ما تضيفوهش سخون باش ما يذوبلكمش الكريمه. راه كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع، حقاش داك الشوكولات راه من النوع اللي هو زوين. ما تبقاوش ديروا الشوكولات طلعوها بزاف، لا طلعتوها بزاف راه كيولي لكم داك الكريمه بحال اللي محبب داك الشوكولات. المهم غير تخلطوه كيدخل فيها داك الشوكولات، خليوها على هذا الشكل بحال هكا راه كتكون رائعه. من بعد دابا غنسقي الجينوازه ديالي. اللي عندها هاد المول ديرو، واللي ما عندهاش المول راه كيكونوا هذوك الجينوازات مقادين كتقطعوهم قد تقادوهم، واللي عندها المول من الاحسن ديرو. كنوزع الكريمه ديالي كنقاددها مزيان. هنا عندي هاد المكسرات اللي كتحبوهم وكيعجبوكم ديروهم. كاللوز، القرقاع، فيه الزبيب، فيه كلشي، فيه الشوكولات، فيها اللي بغيتو ديروها. انا هنايا دايره غير القرقاع، نتوما اللي كتحبوه ديروه، راه كيجي المذاق ديالها رائع. وعلى حسب هذا بغيتو ديروا الشوكولات فوق منه، بغيتو ديروا الكراميل. كما قلت لكم شوفوا الجينوازه كي رطبه، واخا بلا ما تسقيوها، وانا دابا كنسقيها قدامكم باش اللي هذا كتضيفوا الكريم عاوتاني وكتوزعوها.
كما قلت لكم هاد الطورطه راه بالنسبه لعيد ميلاد، بالنسبه لراس العام اللي هو كيحتفل به واللي ما احتفلش به، من الاحسن بالنسبه للنجاح لوليداتكم الدراسه. من بعد ما نقاددها ندخلها الثلاجه من التحت، ما نديرهاش في الفريغو. هنا غنبدا معاكم في الكراميل. عندي كاس تقريبا كاس ونص ديال السكر سنيده. غندير العافيه تكون قليل من ماشي تكون العافيه مجهده باش ما تحرقوش، وما نحركوش، غنخليه حتى يبدا يذوب على هذا الشكل كما كتشوفوا. غير ملي تشوفوه داب غير تبداو تحركوا باش ما يتحرقش ليكم. هنا عندي معلق ديال الزبده. الزبده تكون النوعيه ديالها زوينه، انا درت زبده حيوانيه. كنخلطوها مزيان وغنضيف عليها عندي كاس ديال الكريمه النيت اللي درت منها لا كريم، واللي ما كانش موفر عندها الكريمه دير الحليب. كما كتشوفوا راه ما تكورت ليا ما حتى شي حاجه، واخا كنخلطها غير ما تخليوهش يتحرق. ملي كيتحرق راه كيعطي واحد المذاق. منين تبان لكم طلقت الكشكوشه بحال هكا صافي طفيو عليها. هنا عندي ورق الجيلاتين غير وحده، كنضيفها في الماء وكنخليها حتى كترطب. من بعد ما رطبت كنشفها من الماء مزيان، كنسقطرها وكنحركها مزيان باش ما كيبقاوش دوك التكتلات. دابا غنضيفو غنصفيه. انايا مع خليتها تقريبا واحد 3 السوايع في غير في الثلاجه من التحت، ما درتهاش في الكونجيلاتور. راها من الاحسن الحلوى تكون غير في الثلاجه من التحت. وغطيتها غير بهذيك البلاطو. ملي كديروا لها داك السلوفان بحال اللي كتعرق وداك الماء كيهبط عليها، من الاحسن غطيوها غير بشي حاجه من الفوق اللي هي ما تخليش داك تعرق. كما كتشوفوا الشكل ديالها من الجناب. اللي بغات تخليها غير بحال هكا راه الديكور ديالها هو كيجي رائع مقاده، واللي بغات تزينها من الجناب شي حاجه راه تزينها. انا بحيت عندي داك اللوز ايفيلي غنزينها به من الجناب، داك الشيء علاش غندير لها الكريمه. هذيك الكريمه واخا طلعتها تاني بوحدها بيضه ما درش فيها ما درش فيها عفوا الشوكولات، حيت باغا نزين بها من الفوق. داكشي علاش ما درتش فيها الشوكولات. ملي كتقادوها بالكريمه مزيان من الجناب، انا غنضيف عليها داك اللوز ايفيلي اللي هو حمرته. ملي يجيكم شي كوموند ولا شي حاجه ديال الحلوى، من الاحسن خليوها غير ديروا لها بحال هذا الشكل، تخليوها غير في الثلاجه من التحت بلا ما تطلعوها الفريغو. الفريغو ملي كدار الفريغو كتولي تحيد من الفريغو راه ما كتبقاش
الكريمه زوينه. انا كنصح بها اي وحده تفرجت في هذا الفيديو بغات ديرها، من الاحسن ما ديرهاش في الكونجيلاتور. هنا على حسب الزين كله باش حبت تزين. انا هاد لاكريم اللي بقات ليا زينت بها، وانتوما باش ما حبيتو تزينوا تزينوا. هنا كما كتشوفوا راه بردت، ما ديروهاش سخونه باش ما تذوبكمش لاكريم. خليتها حتى بردت وراه كتولي رائعه وكتولي مرايه، وانتم غتشوفوا راه عندي مجربه راه رائعه. كي كتشوفوا الشكل ديالها راه كتبان مرايه، الجليج ديال الحيط كيبان فيها. وعلى حسب التزيين بانتوما باش بغيتو تزينوا. انا دابا عيد ميلاد بنتي ما بغيتش نزينها بشي حاجه من الوسط، بغا نكتب لها فيها السميه ديالها، هذاك الشيء علاش خليتها بحال هكا. وعلى حسب التزيين نتوما زينوا باش بغيتو، ولا خليوها هكاك راه كتجي رائعه. زينتها هنا بداك الشوكولات. وما تنساوش ديروا لنا اللايك واشتراك باش يوصلكم الجديد، ودعمونا حتى حنا ان شاء الله. واللي تفرج في هذا الفيديو وكيتفرج يدير اللايك. انا غنقسمها معاكم ان شاء الله كما وعدتكم. دائما الطورطات ديالي كنقسمهم، انا ما كنخليش ديك الطورطه مغمضه بحال هكاك، ضروري تشوفوها من الداخل كي دايره. كما كتشوفوا الشكل ديالها راه رائع، والمذاق ديالها رائع، راها شكلا ومذاقا.